يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط. محرومة. التوافق المستحيل. كلنا هنطلع نشيل الضباط على كتافنا. احنا بنشوف الحرية وهي بتتحول لديكتاتورية فوق صوت البلطجة. فرعون مصري عظيم، وانا فرعونية وانت فرعوني. لم تكن المعركة متكافئة. هالة سرحان الصحفية والإعلامية المصرية التي بدأت حياتها كمراسلة صحفية في واشنطن لصحيفة الشرق الأوسط، دخلت عالم الإعلام من بوابة التلفزيون المصري ومنه إلى شاشات الفضائيات العربية المختلفة. نالت سرحان شهرة واسعة من خلال استضافتها لنجوم الفن والسينما وتقديمها للعديد من الحلقات حول مواضيع يغلب عليها الإثارة، لتتصدر فضيحتها في عام 2007 الصحف والفضائيات بعد أن قامت بجلب فتيات ومنحتهن مبالغ مالية مقابل الادعاء بأنهن فتيات ليل، وهو ما تسبب في ملاحقتها قضائيا لتهرب بعدها هالة سرحان إلى خارج مصر. عقب ثورة يناير عادت هالة سرحان للظهور مرة أخرى مرتدية هذه المرة ثوب البطولة والنضال وبأسلوب تمثيلي افتقر للمصداقية. ادعت سرحان أن هروبها كان لأسباب سياسية، لكني كنت ممنوعة، محرومة من كشف الحقيقة، محرومة من إعلان براءة من تهمة ملفقة، محرومة من السعي إلى العدالة. لم تكن المعركة متكافئة، فنحن كنا أسرى نظام استبدادي مرتعد بلا قانون بلا قلب بلا ضمير. لم تستطع سرحان أن تخفي عداءها الفكري للتيار الإسلامي، ولا ينسى المشاهد المصري وجه هالة سرحان يوم أن تلقت خبر فوز الرئيس مرسي على الهواء مباشرة لتناصب الرجل وتياره العداء دون ما أدنى مصداقية أو مهنية في تناولها الإعلامي للأحداث. استغلت هالة سرحان منبرها التلفزيوني في صب الزيت على النار في كل أحداث مصر، وكانت من الأوائل الداعين لتدخل العسكر في الحياة السياسية المصرية. 48 ساعة فاصلة في تاريخ مصر، إما أن يحدث التوافق المستحيل بين السلطة والميادين الثائرة، أو يحدد الجيش خارطة طريق ملزمة للمستقبل كي لا يضيع الوطن. لم تستطع هالة سرحان التي تدعي انتماءها إلى المدرسة الإعلامية المهنية أن تمنع نفسها من الانحياز بكل قوة إلى معارض الرئيس مرسي. وفي مشهد سينمائي رخيص ظهرت سرحان باكية من الفرح يوم اختطف الرئيس مرسي في 3 يوليو لتوظف حلقات برنامجها للاحتفال والرقص الشامت في الرئيس. لم يقف الأمر عند الخلاف السياسي، فانتقلت شماتة سرحان لتشمل زملائها الإعلاميين في القنوات المختلفة والذين اعتقلتهم قوات أمن الانقلاب، وباتت تفرض كل ألفاظ الشماتة والبهجة على الهواء مباشرة. شايلين الضابط بيحتفلوا أمام قناة الناس، أهل مدينة الإنتاج الإعلامي ما صدقوا شايلين الضباط على كتافهم. أنا هخرج دلوقتي أقسم بالله وهشترك معاهم إن أنا هنشيل الضباط، كلنا هنطلع نشيل الضباط على كتافهم. خادمة في بلاط الانقلاب، هكذا وظفت سرحان نفسها ومهنتها في خدمة الانقلاب وقادته لتهاجم كل من يحاول أن يخالفها الرأي، وباتت تعمل على تلميع صورة الانقلابيين وتخدع مشاهديها مدعية بأنهم غير طامعين في السلطة. هذه المرة ينزل مسلحا بوعد سابق صدق في تنفيذه، فهم ليسوا طلاب سلطة ولا مقاولي سياسة، الجيش للدفاع عن الوطن. كغيرها من كهنة الإعلام الذين سكنوا القنوات الفضائية المصرية، شاركت هالة سرحان في مهرجان التفويض الذي أعطى لقائد الانقلاب الشرعية لقتل آلاف الأبرياء. وعلى سيمفونية الإعلام المصري عزفت هالة كذلك مقطوعة اعتبار أن الإخوان جماعة إرهابية،
وهي التي كثيرا ما استضافت الإخوان في حلقاتها وطالبت بمنع التظاهرات أيا كان دوافعها، وهي التي هللت لثوار الشارع في يناير وانتهى بها المطاف بتأييد دستور يقيد الحريات ويكرس لدولة عسكرية. سعادة الفريق السيسي هذا الرجل الرمز الذي دخل التاريخ اليوم طبعا. دخل التاريخ بإباء وشمم واثق الخطوة. فرعون مصري عظيم إن هو يعني ما تقوليش فرعون، احنا لا. مش فراعنة بصي وما عندناش فراعنة. لا احنا فراعنة. مهرجة تخصصت في الفضائح، تعشق الأضواء وتبيع الوهم لمشاهديها، لاعبة بعقولهم وغرائزهم. تلك هي هالة سرحان.